فيزا ال H1B فيزا الشغل والعمل هنا في أمريكا. هقول لك دلوقتي الحقيقة الكاملة قبل ما تضيع سنة من عمرك. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الفيز اللي ناس كتير قوي بتسأل عنها في الفترة الأخيرة، وهي فيزا ال H1B، الفيزا اللي ناس كتير قوي شايفاها إن هي التذكرة السحرية للشغل والعمل هنا في أمريكا، وناس تانية شايفاها إن هي مجرد لعبة حظ ملهاش قواعد واضحة. بس الحقيقة هي لا دي ولا دي بالظبط، هي نظام دقيق جدا فيه فرص بس كمان فيه تحديات كبيرة أوي. الهدف من الفيديو ده إنك تطلع فاهم الصورة كاملة، مش بس مجرد معلومات، لا، الفهم العميق للنوع ده من الفيزا. يعني لما تخلص الفيديو هتبقى قادر تجاوب بثقة على نفسك، هل الفيزا دي مناسبة فعلا ليا ولا لا، وهل تستحق وقتك ومجهودك ولا لا. خلينا نبدأ من الأساس. يعني ايه اصلا فيزا ال H1B؟ هي نوع فيزا شغل مؤقتة مدتها 3 سنين وقابلة للتمديد، وبتسمح للشركات الأمريكية إن هي توظف أجانب هنا في أمريكا في وظائف متخصصة. يعني لازم الوظيفة تكون بتحتاج لشهادة جامعية أو علم معين. طيب زي إيه الكلام ده؟ زي مثلا المبرمجين، المهندسين، المحاسبين، المحللين البيانات، باحثين العلميين، الدكاترة، الوظائف اللي بتحتاج دراسة جامعية وخبرة متخصصة. بس النقطة الجوهرية انك ما تقدرش تقدم لوحدك على النوع ده من الفيزا. الشركة اللي انت هتشتغل فيها هي اللي بتقدم لك على الفيزا. يعني هي اللي بتقول للحكومة ان الشخص ده احنا محتاجينه في الوظيفة دي. يعني من غير الشركة مفيش H1B، وده اول مفهوم ناس كتير قوي بتغلط فيه. في ناس بتفتكر انك تقدر تقدم عليها بنفسك زي فيزا السياحة مثلا، بس في الحقيقة لا، لازم شركة أمريكية حقيقية وعندها رقم ضريبي ومستعدة تدخل في الإجراءات مع إدارة الهجرة ال USCIS. وده اللي بيخلي الموضوع مش سهل خالص، لأن أولا وقبل أي شيء لازم الشركة دي أو المكان ده نفسه يكون مقتنع بيه، وتكون فعلا شايفة انك تضيف قيمة حقيقية للشركة بتاعته. طيب خلينا دلوقتي نروح للجزء اللي بيعمل دوشة كبيرة قوي كل سنة، وهي القرعة او اللوتري. الحكومة الامريكية بتحط حد اقصى سنوي 85 الف فيزا بس في السنة الواحدة للنوع ده من الفيزا، 65 ألف لأي حد مؤهل، و20 ألف زيادة للي معاهم ماجستير من جامعة أمريكية. لكن عدد المتقدمين كله بيوصل على بعضه لمئات الآلاف. يعني فرصة القبول حوالي من 1 ل4%، وده اللي بيخلي ناس كتير قوي تسميها لعبة الحظ. بس لازم نفهم نقطة مهمة هنا، هي مش حظ ولا حاجة، هي نظام محدود. لو قدمت صح وورقك قوي بتدخل القرعة وبتكسب في القرعة، بس النتيجة العشوائية دي مش بإيدك ولا بإيد الشركة. طيب لو اسمك طلع في القرعة العشوائية دي، إيه اللي بيحصل؟ الشركة هنا بتقدم لك أول خطوة رسمية، وهي اسمها ال LCA، اللي هي ال Labor Condition Application. ودي ورقة مهمة جدا بتقول إن الشركة هتدفع لك مرتب قوي وعادل، وبتقول كمان فيها إن أنت مش هتاخد مكان أمريكي المفروض إن هو يشتغل في الشغلانة دي ظلما. يعني انت مش هتاخد مكانه ده ظلما. يعني الحكومة عايزة تتأكد انك انت مش هتأثر على سوق العمل المحلي الامريكي. طيب بعد ما ال LCE دي بيتوافق عليها، بيجي دور المرحلة التانية اللي هي الشركة بتقدم طلب رسمي لإدارة الجمارك والهجرة الأمريكية اللي هي ال USCIS. الملف ده بقى بيكون فيه كل حاجة عنك وعن شغلك، سيرتك الذاتية، شهاداتك، تفاصيل الشركة، وكمان وصف الوظيفة اللي انت بتقدم فيها. ولازم يكون مكتوب بشكل واضح ومهني، لأن أي غموض ممكن يسبب الرفض. الهجرة في الوقت الحالي بقت بتدقق جدا في كل حاجة، وكمان بقت بتسأل هل الوظيفة دي تخصصية؟ هل الشخص ده مؤهل أكاديميا للشغل؟ هل الشركة دي أو المكان ده هو مكان حقيقي فعلا ومستقر ماليا، عنده القدرة ان هو يدفع لك السالري بتاعك اللي انت داخل عليه؟ لو الإجابة على أي سؤال من دول مش مقنعة، الرفض وارد جدا. عشان كده تاني ناس كتير بتفكرها ان هي مجرد حظ. بس لو كل حاجة تمام بيوافقوا على الملف، وساعتها لو انت في امريكا بيتحول وضعك ده تلقائيا، ولو بره امريكا بتروح للسفارة وبتعمل مقابلة ال H1B فيزا هناك. وخد بالك بداية الشغل بتكون دايما 1 اكتوبر من كل سنة. يعني لو قدمت في مارس هتستنى حوالي 6 او 7 شهور على الاقل،
ودي نقطة ناس كتير قوي بتغفلها وبيتصدموا لما بيكتشفوا ان الشغل مش هيبدأ فورا. خليني دلوقتي هنا اقف دقيقة واحدة واعرفك بنفسي لو دي اول مرة حضرتك بتشوفني. انا اسمي ابانوب امين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الامريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في امريكا. عندي شركتي الخاصة في اي بي او اس immigration اللي من خلالها بقوم بمساعدة محامين الهجرة المختلفين في كل الولايات في تجهيز ملفات الهجرة بتاعتهم بدقة وتنظيم. وهدفي اني اوفر الوقت والمجهود واخلي كل قضية تتقدم صح من اول مرة، ونوفر على بعض وقت ومجهود للجميع. دلوقتي خلينا نكمل موضوعنا بشكل سريع عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. مين ينفع للنوع ده من الفيزا اللي هي ال H1B فعلا؟ الشرط الأول لازم يكون عندك شهادة جامعية. الشرط التاني لازم تكون الشهادة دي مرتبطة بالوظيفة اللي انت بتقدم عليها. يعني لو درست تسويق ما ينفعش تقدم مثلا على وظيفة مبرمج إلا إذا كان عندك سنين خبرة طويلة جدا وكبيرة جدا وبتثبت العلاقة بين الخبرة بتاعتك وبين الشغلانة اللي انت مقدم عليها. إدارة الهجرة بقت بتدقق قوي قوي في النقطة دي أكتر من أي وقت فات. التحايل أو الغموض في الوصف الوظيفي بقى سبب رئيسي لرفض النوع ده من الفيزا. طيب مين يدفع المصاريف؟ القانون الأمريكي بيقول بوضوح شديد جدا الشركة هي اللي بتدفع المصاريف بتاعة التقديم، مش الشخص اللي بيقدم. يعني لو حد قال لك مثلا ادفع لي وانا اقدم لك، خليك حذر جدا من النقطة دي، لان ده في حد ذاته ممكن يعتبر مخالفة قانونية لو اتعرف عند إدارة الهجرة. طيب بعد ما يتوافق على الفيزا بتاعتك ايه اللي بيحصل؟ هتبدأ شغلك رسميا في أمريكا بنفس الشركة اللي هي بترعاك. وطبعا مش مسموح لك انك تشتغل في اي شركة تانية، ولو حبيت انك تغير الشركة لازم الشركة الجديدة تقدم لك من اول وجديد على ال H1B من اول وجديد، وده بيسموه ترانسفير او amendment، يعني تعديل لل H1B. وطبعا بيتاخد عليها موافقة جديدة من إدارة الهجرة بعد ما بتراجع كل البيانات. لو انت عندك سؤال بيقول هل ممكن اقدم على النوع ده من الفيزا وانا بره امريكا، الإجابة طبعا. لو الشركة أمريكية موافقة إن هي تشغلك ممكن تقدم على النوع ده لو أنت من بره أمريكا، بس هتستنى كل المراحل لحد مرحلة السفارة، إنك تروح تعمل مقابلة في السفارة الأمريكية. يعني العملية دي كلها ممكن على بعض تاخد شهور طبعا لو في شركة موافقة عليك في البداية. طيب هل ينفع أقدم على ال H1B دي وأنا طالب أو معايا ال F1 OPT؟ ينفع لو معاك ال F1 OPT، يعني بتشتغل بشكل قانوني مؤقت، وساعتها الشركة اللي هي ناوية إن هي ترعاك ممكن تقدم لك الملف بتاع ال H1B ده. وده طريق ناس كتير قوي بتبدأ منه هنا في أمريكا، بتبدأ عن طريق الدراسة وبعد كده بتحول إن هي بتشوف شغل عن طريق شركة يعني ممكن إن هي ترعاها، وبعد كده الشركة دي هي اللي بتقدم الملف بتاع ال H1B. خليني كمان أقول لك حاجة ناس كتير مش بتعرفها. في شركات صغيرة تقدر ان هي تقدم على ال H1B دي، بس لازم تكون قانونية ومؤهلة. يعني مش اي حد هيقول لك تعالى نعمل لك سبونسر تروح معاه. في معايير صارمة جدا لازم تتوفر في الشركة قبل ما تتوفر فيك انت شخصيا، وده السبب انك لازم تتحقق من مصداقية الشركة دي في الاول، لان اي ورق ناقص او اي ورق غير صحيح ممكن يدمرك سنين من الانتظار. نيجي الموضوع مهم قوي قوي هنا، ايه اسباب الرفض الاكثر شيوعا للنوع ده من الفيزا؟ أول سبب الوظيفة مش واضحة إن هي تخصصية. تاني سبب العلاقة بين الشهادة والشغل مش منطقية، يعني أنت معاك شهادة في مجال وبتقدم على وظيفة في مجال تاني. تالت سبب الشركة صغيرة أو مش مثبتة، مش قادرة تثبت قدرتها المالية على إن هي تدفع لك المرتب اللي أنت بتقول عليه. رابع سبب نقص في المستندات أو تقديم متأخر عن المواعيد المحددة. كل ده ممكن يتفادى لو الورق متجهز صح بشكل مظبوط من اول مره، وده حرفيا اللي انا بساعد فيه المحامين اللي انا بشتغل معاهم كل يوم. دلوقتي خلينا نتكلم بصراحه اكتر، هل النوع ده من الفيزا ال H1B تستحق كل هذا العناء؟ الاجابه تعتمد على حالتك. لو انت شخص عندك تخصص مطلوب وعندك استعداد تصبر على فتره من الانتظار وما عندكش مانع انك تبدا من الصفر في بيئه جديده هنا في امريكا، يبقى الاجابه تستحق كل هذا العناء. لكن لو هدفك الوحيد هو اني عاوز اروح امريكا بس وخلاص، يبقى الطريق ده هيكسرك نفسيا وهيدمرك ماديا، لان المنافسة شديدة جدا والاجراءات طويلة ومفيش فيها اي ضمان. لكن اللي بيحسبها صح بيكسب. وخد بالك من نقطة مهمة قوي هنا، في بدائل تانية ممكن تفتح لك نفس الباب بالنسبة للأشخاص اللي مثلا ممكن يقدموا على نوع فيزا اسمه ال O1، ودي للموهوبين، أو ال L1 ودي لنقل الموظفين بين فروع الشركات اللي من بره أمريكا لجوه أمريكا. يعني دايما في طرق تانية ومختلفة.
المهم إنك تختار الطريق اللي يناسبك أنت، مش مجرد اللي الناس ماشية فيه وخلاص. وأخيرا وليس أخيرا، لو عايز تعرف أفضل طريقة للرد على استفساراتك وإننا نتكلم مع بعض باستفاضة وتركيز على موضوعك، هو حجز مكالمة للتواصل معايا بشكل مباشر. تقدر تحجز مكالمتك معايا دلوقتي من خلال اللينك اللي موجود في أول تعليق أو اللي موجود في وصف الفيديو ده. في المكالمة دي أنا أقدر أقدم لك جلسة تعليمية عن الهجرة لأمريكا، هدفها إنك تفهم القوانين بشكل مبسط وواضح من مصادر رسمية ومعلومات متاحة للجميع. ولو حضرتك دي أول مرة بتشوفني، للعلم أنا مش محامي هجرة، والمكالمة دي مش نصيحة قانونية، بس اعتبرها إن هي فرصة إنك تتعلم وتفهم أكتر عن النظام الأمريكي وعن نظام الهجرة الأمريكي. لو أنت شايف إن المعلومات دي مفيدة، احفظ الفيديو ده دلوقتي وارجع له بعدين، واكتب لي سؤالك في التعليقات، وأنا ممكن أعمل لك فيديو كامل مخصوص للرد على سؤالك إن ربنا أراد. ولو تعرف حد محتاج يسمع الكلام ده، ابعت له الفيديو ده دلوقتي. ما تنساش تعمل سبسكرايب على اليوتيوب لو انت بتتفرج على اليوتيوب، او فولو لو انت بتتفرج على الفيسبوك او على التيك توك، لان عندي فيديوهات تفصيلية عن كل حاجة تقريبا تخص الفيز والهجرة والمعيشة هنا في امريكا خطوة بخطوة. انا عندي فيديوهات كتير هنا عن الجنسية الامريكية، بس لو انت عايز تعرف اهم 8 شروط اساسية للحصول على الجنسية الامريكية في 2026، اعمل لك كوباية شاي محترمة واتفرج على الفيديو ده دلوقتي. شكرا جدا جدا لمتابعتك، اتمنى لك كل التوفيق.